تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم داخل وخارج ربوع وطن الغالي المعطاء السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لكل من فقدنا وعاجل الشفاء للجرحى. حاول بس أشوف إنه الصوت شغال والفيديو شغال ولا لا. اليوم ميليشيا الدعم السريع طبعا دخلت مدينتين في ولاية الجزيرة، مدينة رفاعة شمال الجزيرة ومدينة مدني قلب وعاصمة ولاية الجزيرة. وكان في معارك الصباح اللي هم دخلوا اللواء الأول، رئاسة اللواء الأول في الفترة الصباحية، ومن ثم متان عبروا الكوبري. وتحدثت أنا في فيديو بالأمس مساء، وضحت النقطة بالضبط ووضحت الحاصل بالضبط عشان أكون صادق مع الناس وأمين. والحمد لله ما كذبنا ولا قاعدين نسوق الناس، ولا كل الكلام اللي بنقوله عن صدق، مهما كان مر، مهما كان زي العلقم، مهما كانت الحقيقة، لكن علينا إن نقول الحقيقة ليكم حتى إنه الناس تكون في الصورة، تكون واضحة، تكون عارفة الحاصل شنو في البلد، تكون عارفة الصورة شنو الواضحة قدامها، من غير ما نزيفها، من غير ما إنه نقضب عليها. حقول حقائق في الفيديو ده، وحقول حاجات يعني حبا في هذا الوطن، مصداقا معاكم، قولا على اساس انه يا اخواننا دي الحقيقه مفترض نقولها، دي الحاجه الحاصله. كثير لما كنا بنطلع ونقول الحقائق الناس بتتهمنا، لكن ما في الفيديو ده عشان نقعد نلوم الناس او نقعد نقول للناس. حتى قبل لما الصباح لما نزلنا انهم دخلوا، ما الناس قاعده تتهم فينا، لكن ان ما صدق الناس، إن ما كان الناس صادقين يا إخواننا، صعب إنه البلد تمشي لقدام، صعب إنه الأوضاع تنصلح، صعب إنه حتى حالنا ينصلح، لأنه الكذب لا يصنع انتصار، ولا النفاق حيقدر يخليك إنك تكون قاعد ومسيطر، ولا قاعد إنك صح في البلد لو ما قعدت وصادق مع الشعب. الكلام ده أنا بقوله هنا للحقيقة ليس إلا الدخول. الآن دخلوا مدينة رفاعة، وضحت في الفيديو وين كانوا امبارح في مدينة رفاعة وين كانوا قاعدين كويس. وضحت في ولاية الجزيرة لما طلعوا الناس امبارح بتحتفل، أنا واحد من الناس مستغرب، ولما بتكلم مع الناس داخل مدني عبر الهاتف، حتى المواطنين في جزء منهم قال لي أنا ما عارف الناس دي بتحتفل على شنو. لكن أوريك قصة الاحتفال، أوريك من الأول وأبدأ لك الفيديو ده بشنو قصة الاحتفال اللي حصل امبارح ده. قائد الفرقة ومعاه مدير استخبارات عارفين انه طلعوا سرية قطعوها بهناك شرقي مدني لحد ما وصلت حنتوب، ولما وصلت حنتوب قعدوا تصوروا وعملوا الصور، وبعد شويتين المواطنين شافوا الصور وبتاع انه خلاص نظفنا لحد شنو، لحد ابحراز، قطعوا مشوا لحد ابحراز، لانه شنو نحن مشينا لحد شنو، مشينا لحد ابحراز. فقعدوا شنو بعد شويتين يعني نفخوا في الناس فرية وكذبة. لذلك أنا طلعت بعديها مساء ووضحت، قلت الناس دي ما انسحبت، وقلت الناس دي موجودة قاعدين شرق الكوبري، قاعدين في الإنغاز، وقاعدين في حي الرياض، وقاعدين في المناطق ده. قلت من الكوبري لحد من حنتوب، قلت لحد رفاعة، قلت لك هم قاعدين. لكن كانت هي فرية وكذبة. أقول الصدق والحقيقة وإن كانت مرة زي العلقم، دي الحقيقة كويس. الحاجة اللي حصلت، دخلوا رفاعة أيضا كان فيها ضرب، نسأل الله الرحمة للكادر الطبي اللي فقدناهم في مستشفى رفاعة، وربنا يرحم جميع الموتى اللي فقدناهم. لكن عاوز أقول كلام ونقاط هنا أنا حمشي فيها عشان ما نطول على الناس الفيديو، والناس تعرف الحاصل وتبقى على بصيرة من أمرنا. يعني أول حاجة القيادات بتاعت الجيش، يعني أنا بتكلم حاجة يعني كتبتها في صفحتي الشخصية عن قائد الفرقة، وغير الكلام اللي كتبته اليوم عن قائد الفرقة في فيديو أنا تحدثت فيه بصراحة ووضوح عن الوالي عن قائد الفرقة، ووضحت وقلت شنو، وقلت الحاصل من الكلام ده أكثر من شهر أو شهرين، دي لأن حقيقة لابد أنا أوضحها للرأي العام وأقولها للرأي العام. في ناس جات طلعتنا نحن مع ميليشيا الدعم السريع، في ناس جات طلعونا ليك كيزان، في ناس جات طلعونا ليك والله يا أخي أنتوا ضد الجيش وأنتوا بتنتقدوا في الجيش ليه؟ أنا أقول لك الحقيقة، الجيش وقلتها قبل كده وقلتها هي مرة، لكن الناطق الرسمي بتاع الجيش كذاب، وأنا الليلة بقوله في الفيديو ده وحوضح لك بيها حاجة كويس. لكن لما صدقت مع الشعب ده وما صدقت وقلت الحقيقة، أصلا ما عندك حتفر وين؟ دي حرب
والحرب دي خسائر كلها جاية واقعة فوق راس المواطن، شايل المواطن فوق راسه. الليلة كل القادة العسكريين اللي موجودين في البلد ما في زول عنده أولاده في السودان. تمسك مدير الاستخبارات أولاده في فيلا في البحرين، تمسك كباشي أولاده برا، تمسك البرهان أولاده برا، تمسك الميليشيا عبد الرحيم دقلو أولاده في الإمارات، تمسك ذاته حميدتي نفسه أولاده في تركيا. ما في زول من القادة العسكريين الكبار ده عنده زول قاعد في السودان، كلهم. تمسك الفريق الغالي مدير مكتب، تمسك الناس دي كلها أولادها برا وطلع أولادهم برا. الكلام ده فوق رأس المواطن، فوق الإنسان الضعيف، فوق الإنسان اللي ما عنده مقدرة يعمل حاجة، إنه يقعد يواجه مصير القنابل ويواجه مصير الضرب ده ويقعد يواجه مصير شنو؟ مصير الحرب دي. لكن تعالوا نقول الحقيقة عشان نبقى واضحين وصريحين. تعالوا يا قادة الجيش، في الوقت اللي فيه البلد في محنته وفي ألمه ده، تلقى قائد ثاني الجيش الكباشي راكب ماشي يعزي في شنو؟ ماشي يعزي وين؟ ماشي يعزي في الكويت، في أمير الكويت. تخيل وما شفناه عزة في واحد، عزة في واحد من شنو؟ من جنوده أو من ضباطهم اللي ماتوا ديل. أنا ده بعتبره أكبر خيانة للمؤسسة العسكرية في نفسها وللجيش. بقول الكلام ده وصادق فيه. قعدت مع قيادات في الجيش لما كنت في السودان ووضحت لهم وقلت لهم رأيي بصراحة. قعدت مع قيادات الدعم السريع، قيادات منهم، ووضحت لهم بصراحة رأيي في المسألة العسكرية دي. لازم يكونوا بعيدين من السياسة، لازم يبعدوا نفسهم تماما. قلناها صدق لهم وإخلاص في الوطن وحب في الوطن، وقلناها عشان ينصلح حال البلد. ونقول الليلة تاني ونقول النقاط هنا وأذكرها، ولعل إنه تجد آذان تاقية. دي أنا بعتبره يعني ليلة اللي حاصل ده يعني مدني، اللي حصل فيها أنا أوضحه. هل تعلم إنه الكوبري ده كان مقفول؟ الناس اللي خدتهم تحت في الكوبري في الارتكازات في قيادة اللواء الأول ده، خدتوهم والكوبري ده مقفول، وقدامهم في منو؟ قدامهم في الدعم السريع، ما في زول تاني قدامهم. يعني خدتوهم كده شنو؟ ضحايا. وفي نفس الوقت أنا تحدثت في فيديو ومعلومة، يعني أقول الكلام ده هنا. قائد الفرقة جاته معلومات في إنه يا أخي في ناس بتتسلل، يقوم يقول للزول الجاهو ويكلموا بالكلام ده، يقول له ده ما شغلك، ده شغل كبير، خلف دور شيل سلاحك أو سلم سلاحك وامشي. شنو قال لي؟ سلم سلاحك وامشي البيت. إنه شنو؟ إنه ما يجيب سيرة، ما له دعوة يتسللوا ما يتسللوا، دي ما له دعوة. الكلام ده بقوله صدقا وإخلاصا، ونسأل الله إنه الشخص اللي المعلومة دي طلعت منه يكون الآن في مكان آمن، عشان نكون واضحين وصريحين. كويس. مدني فيها 3 طائرات أباتشي، 3 طائرات أباتشي، في لواء مدرع كامل، في لواء بتاع مدرع كامل قاعد، في قوات من 3 ولايات موجودة فوقه. وبعد ده كله لم يحرك ساكنا، سحب كل الجنود ديل وكل الناس ديل دخلهم جوا. شنو؟ دخلهم جوا. لما بيسألوا فوقه بيسألوا في قياداته في إنه وين القوات، ما تيجي قوات من الشرق، بيقول لهم جاية. ما صريحين معهم تماما، ما صريحين مع الجنود. أنا لما كنت بتكلم وبقيف بقول إنه الجنود ديل ذاتهم ضحايا، جنود ضباط وضباط صف. الرتب الصغيرة دي لما بقيف وبقول حقهم ومهضوم حقهم، بقول إنه الناس دي ذات ضايعة، الناس دي ذات ضايعة. بتكلم صدقا وحبا حتى إنه ينصلح ذاته حال المؤسسة العسكرية من الخيابة اللي بيديروا فيها ومن الخونة اللي بيديروا فيها. إنه لازم ينصلح الحال. قائد الفرقة ومدير الاستخبارات دي خطهم بجنب. تعللوا بشنو؟ تخيل إنه بيتعللوا لجنودهم في إنه والله ما دايرين يضربوا المناطق اللي قاعدين فيها ميليشيا الدعم السريع في شرق مدني. بيتعللوا بيقولوا يا أخي الكلام ده بيجيب لنا كلام في الأمم المتحدة. أنا بقول لك الكلام اللي يتقال بالصدق والإخلاص وأقوله كده. ولو قدامي هسه اللواء طيب تعال قائد الفرقة ده، تعال بوريك الكلام ده، وعشان الناس تعرف والشعب يعرف الحقيقة. بيتعللوا قالوا يا أخي خايفين من إنه الكلام ده يجيب لهم كلام لشنو؟ للأمم المتحدة. ما دارين إيه شنو؟ يضربوهم، ما دارين كده. ما في حاجة. عشان كده الناس لو لاحظتوا ما في معارك دارت. اللي حصل هناك إنه كان بس بيجي طيران وبيضرب. وحتى الطيران لما بنسأل يعني أنا قبل ما أخش اللايف ده بتكلم رفاعة شرق مدني المناطق دي، بيقول لي يا أخي هسه في رفاعة، قال لي هسه في
أنتنوف رمى له حاجة والأرض اتهزت، لكن وقعت وين ما عارفينها. قال له هديل دعم السريع قاعدين في الشارع الرئيسي، وهذه عرباتهم جاية من الخرطوم وماشية على مدني. قال لي لكن الأنتنوف والدانات دي وقعت وين؟ قال لي الله أعلم، الوطا بس اتهزت، لكن ما عارفين الحاصل شنو. والناس دي قاعدين بكثافة وبكثرة وعرباتهم هذه سامعينها ماشية، ما في زول بيقدر يطلع الشارع، لكن ده الحاصل وده اللي احنا شايفينه. الحاجة اللي أنا طلعت عليها في إنه عاوزين يحاولوا إنه مثلا الدعم السريع يدخل. الليلة الفوق اللي كانوا في الكوبري جات تعليمات إنه يطلعوا، جات تعليمات إنه يطلعوا، صح؟ هيطلع يقول لك شنو؟ انسحاب تكتيكي؟ لا، أنا أقول لك حاجة، أقول لك أي نعم حارة وقادة الجيش حيسمعوها والناس حتسمعها، هيقول لك كيف تقول الكلام ده، لكن أقوله لما طلعوا بيتكلموا عن جبل أولياء وانسحاب جبل أولياء، كويس. وفي إنه والله يا أخي من الصباح باكر قال لك إنه ميليشيا الدعم السريع قامت بشنو؟ بكسر جبل أولياء، المعبر بتاع جبل أولياء وكذا. أنا أقول لك الحقيقة وأقول لك الصدق، والله لا نحب غير هذا الوطن، لا عندنا شغلة في إنه والله يا أخي البلد دي جهة فيها تمسكها أو جهة، لا، غير إننا دايرين صادقين إنه الوطن ده يتحسن حاله، وعشان يتحسن لازم نصدق وإن كانت مرة. حتى ديك كسروها ناس الجيش، جات التعليمات ليهم في إنه ينسحبوا، جات تعليمات إنه ينسحبوا، والانسحاب ذاته كان خطأ، فقال لهم أكسروا الحتة دي وانسحبوا. أقول الكلام ده عشان تعرف يا الناطق الرسمي لما تطلع تكذب للشعب عشان تاني ما تكذب. أنا متأكد من كلامي ده 100% ومسؤول منه. أي نعم حارة صعبة، لكن والله البلد دي بنفديها بدمنا، وأي زول منافق كذاب فيها نحن بنجيب له تاني فوق راسه، واقفين والله ثابتين. لكن لا يحكم ميليشيا ولا يحكموها جيش، يحكمها شنو؟ يحكم الشعب ده. كيف يحكم الشعب؟ يبقى نحن نتكلم الحقيقة في إنه أنتوا يا جيش ويا ملايش ياكم سبب البلاوي اللي قاعدة في البلد. لازم إنه السلطة دي سلطة بتاعت شعب، انتوا قضيتكم ومشكلتكم دي مشاكل عسكرية، انه يكون عندنا جيش واحد، اقعدوا وعملوا الجيش الواحد، اقعدوا وعملوا الجيش الواحد. انا واحد من الناس تكلمت في انه نحن ممكن يبقى جيش واحد ويبقى اقوى جيش في افريقيا وفي المنطقة بتاعت الشرق الاوسط دي كلها، انه الجيش السوداني، في انه الدعم السريع ده لو بقوه قوة تدخل سريع قاعد في هيئة الأركان عنده مكانته وعنده شنو قيادته تكون قاعدة، والجيش ده يبعد من السياسة تماما ويكون جيش مهني قومي إنه يدير العمل العسكري ويحافظ على حدود البلاد وترابها. قلت إنه حميتي ده لو دار يحكم أقلع البزة العسكرية واعمل حزبك وتعال رشح نفسك كسوداني، ما في زول بعدك بيكون عنده مشكلة. لكن ساعتها الحقيقة كان الناس لما نتكلم ونقول الكلام ده يجي يقول لك لا، يجي يقول لك ما بعرف شنو، لكن دي الحقيقة نقولها، ونفس الموقف لسه نحن واقفين فوقه وبنتكلم فوقه، كل مرة بنطلع ننتقد وبنقول يا اخواننا يا اخي الحاصل ده في البلد ده عندنا قيادات فسدة في الجيش، اكلوا وشربوا، اكلوا حتى تعيينات الضباط الصف الصغار الضعاف ديل، حتى اكلوا حقهم، باعوا تشويناتهم، وهم قاعدين بيرفهوا في أبنائهم وقاعدين إنه جاهزين ومخطين طيارتهم في إنه إذا حصل لا قدر الله الأمر الفلاني هليكوبتر تقوم وتمشي. أنا بقول الكلام ده ويسمعوه جنود الجيش، والله فخرنا بكم ما عنده حدود، وحبنا لكم أنتم كجنود وضباط صف وجنود ما له حدود. واقف الشعب ده معاكم حتى النخاع، والشعب ده واقف معاكم حتى آخر قطرة دم، لكن دايرين تكون عندكم قيادة زي الناس، قيادة رجال، قيادة همها الوطن والبلد، ما همها إنها والله تمشي تشتغل استثمار عقاري أو إنها تقعد تستثمر في السلطة بتاعتها، تبقى خونة لدول، يبقى عملاء لدول، يبقى يتآمروا على الدولة ويتآمروا على مؤسسات الدولة عشان المال وعشان الجاه وعشان إنه يلقوا لهم شوية ثرقة من أموال قذرة، لكن باعوا تراب بلدهم وطنهم ومؤسستهم بتاعت الجيش عشان التفاهة وعشان المال. أنا أقول الكلام ده ويسمعوا قائد الجيش ويسمعوا قادة الجيش وضباط صف الجنود، وأتمنى أي شخص بيعرف له واحد من الجيش يعمل له شير. لأول مرة أقول إنه يعمل له شير، لأنه بنقول الكلام ده حبا لهم هم نفسهم. الجنود ديل يا هم أخواننا، يا هم أولاد الجيران، يا هم أبناء الحلة، يا هم اللي موجودين وعايشين معانا مواطنين يعيشوا معانا الألم، بيعيشوا معانا الألم. ضباط الصف والجنود ديل الرتبة من صولو لتحت ديل عايشين معانا الألم، وديل يا هم أساس ركيزة
المؤسسة العسكرية. الليلة لو خدتوا السلاح ده الضباط ده يقعوا البحر، لو خدتوا السلاح ده القاعد في بورسودان ده إلا تحكم لك شنو؟ إلا تحكم سمك قرش ولا تحكم لك سمك قاعد في البحر. عشان يعرفوا إنه الجنود ديل خلوهم يبكوا دم الليلة، وخلوا الجنود ديل يتألموا قاعدين في الكوبري. جاتهم تعليمات افتحوا الكوبري. تخيل يجيهم زول يقول لهم افتحوا الكوبري، قال لهم ما بنفتح، نفتح الكوبري كيف؟ وذاك العدو قدامنا قال لهم دي تعليمات افتحوا الكوبري، انسحبوا. فيبقى منو الباعة؟ منو اللي خلى الجنود ديل انهم يقاتلوا عشان يحموا الوطن ويحموا المواطن ويحموا، بيقاتلوا حبا في الوطن، عقيدة عسكرية، عارفين انه والله ده دورهم في الوطن. لكن القيادات الوسخة اللي موجودة في المؤسسة العسكرية سبب بلاوي كبيرة في البلد. في الفيديو هناك أنا قلتها في الكلام اللي كتبته، قلت لأنهم هم نفسهم من صنع الميليشيا، هم نفسهم من صنعوا الملايش دي. البرهان في حرس الحدود ومعه حميتي هم اللي صنعوا الملايش. كانوا زمان بيستعينوا بالميليشيا على أساس إنها تقاتل لهم، كانوا بيستعينوا بالدعم السريع عشان يقاتل لهم الحركات، كانوا بيستعينوا بيجيبوا الدفاع الشعبي عشان يقاتل لهم الحركة الشعبية، كانوا بيستعينوا في إنه بيجيبوا الملايش القبلية عشان يقاتلوا بها هناك في أبيي وغيره. من زمن منو؟ من زمن ناس برما، من زمن الأحزاب، من زمن حكومة الأحزاب. يمكن الناس اللي بتشاهد في ندى جزء كبير جدا ما حضر حكومة الأحزاب، حضرناها نحن، حضرنا في فترة نميري وعايشنا وشفنا الجيش ده كيف كان، حتى تخوم النيل الأزرق، حتى قربوا للدمازين وكانوا في أعالي النيل ومناطق كوستي. فشفنا كيف كان الحال الجيش، وكان السبب كله القيادات، لأنها ما اهتمت بالمؤسسة العسكرية كما ينبغي، واهتمت بمن؟ اهتمت بالملايش. والآن يا هنديل انت سويت كريت قالوا بيلقى في جلده، تعاملوا بيدك بيغلب أجاويدك. ده اللي حصل. الآن المتوقع شنو؟ باكر هيصحوا الناس الليلة كل مدني، الناس اللي عندها عربات، ده الحاصل في مدني الآن، اللي عنده عربات الآن كويس. قبل ما أنا أجيك في نقاط تانية، كل الناس اللي عندها عربات خايفة على عرباتها، بقي يتصلوا نعمل شنو؟ عرباتنا نوديها وين؟ لأنه خايفين من السرقة والنهب بعد ده، وقلع العربات تحت تهديد السلاح. ده المواطن في مدني الآن خايف من الحتة دي. لذلك أي زول عنده عربية ستف وشال أولاده واتجه شنو؟ اتجاه سنار. أنا عاوز أقول حاجة هنا لإنسانية وللظرف الإنساني وللوضع الإنساني عشان ما يتفاقم، لأن النزول تجاه سنار أصبح الطريق مسدود، الناس بقت كمية في الشارع والناس بايتة في الشارع والناس نايمة في الشارع. طريق مدني اللي هو بتاع النيل ده ولحد ما تجي للكوبري بتاع حنتوب ده، الدعم السريع دخل وقاعد في جزء منه كويس. يا أخي أنا لظرف إنساني ولحالة إنسانية نتمنى إنه الجيش وإنه الدعم السريع ديل يخلوا الطريق ذاك فاتح، والناس تيجي تعبر بالكوبري الدير يطلع من المدينة، وأصبح الناس في ناس عاوزة تطلع ما عاوزة تقعد، قدر ما في ناس تتكلمنا في ناس عاوزة تطلع، لأنه يبقى إنسانيا خلوا الناس دي تطلع. الدير يمشي القضارف يمشي، الدير يمشي بورسودان يمشي. شارع النيل ده أنا بعرف مدني تماما، شارع النيل ده ممكن يجوا به كل الناس لحد ما يجي الصينية اللي بتدخلهم لشنو؟ اللي بتدخلهم للكوبري. إن كان في إنسانية وإن كان في رحمة بالإنسان الضعيف. الآن أصبح هو شنو؟ أصبح هو ومن جات الحرب ده هو اللي واقع الفاس ده في رأسه، افتحوا له الممر ده اللي دير يطلع، لأنه في ناس ما عندها المقدرة في أنها تتجه بطريق سنار. الآن في ناس الآن من مدني السوق المركزي الصينية المركزي المتجهين لسنار، لا يعني لا طاقة للشارع داك بشنو؟ بالناس اللي طلعت صراحة وحقيقة أقولها، ما في طاقة اليوم، ما في طاقة في الشارع داك إنه يستحملوا، ولا حتى الطريق الناس قادرة تمشي. فيبقى الدير يمشي خلوه. أنا أتمنى إنه برضو ناس الدعم السريع يكونوا سامعين وبيشاهدوا في اللايف ده عشان يعرفوا النقطة اللي أنا بتكلم منها والكلام اللي بنتكلم. الكلام ده بنقوله عشان المواطن، عشان الدماء، عشان الأطفال، عشان النساء. لأنه إذا دورت المعارك بكرة بصورة قوية جدا داخل مدينة مدني هنفقد أرواح كبيرة جدا. أتمنى إنه يعملوا هولد الناس ديل لشنو؟ للضرب وللسلاح، يخلوا الطريق بتاع الدباقة، شارع الدباقة واللي جاي معاه شارع النيل بهناك، واللي بيجي لحد ما يدخل الصينية بتاعة كوبري حنتوب، والناس دي تقطع الكوبري تتجه لحد ما تمشي بالشبارقة وتمشي الفاو وتمشي اتجاه القضارف، يخلوا الطريق داك مفتوح. دارين
تقعدوا تتضاربوا في شمال شرق في غرب مدني بهناك، خلوا الحوال تكون قاعدة زي ما هلا حد ما الدير يطلع من المدينة يطلع، بس من حالة إنسانية. أنه في الوطن ديل أخواننا كلنا، النساء الكبار ديل والله شايلين همهم وشايلين الألم اللي هم فوقه، وشايلين الألم بتاع الأطفال والنساء اللي موجودات خوفا عليهم ورأفة بهم. إن كان بكم رأفة، إن كان بكم رحفة في قلوبكم، فنقول الكلام ده والله حبا فيهم ومن أجلهم، لكن ليس انكسارا أو ذل، لكن همنا المواطن ده داير إنه الأول نشوف أمنه وسلامه، لكن لأنه الظاهر ما في زول حريص على مواطن ولا حق مواطن، ولا في زول حريص في إنه يأمن المواطن ده. طيب، فده المتوقع إنه يحصل غدا. الحاجة اللي قلتها وأكررها وأقولها تاني، في إنه نحن كمواطنين، أنا علي ده، أنا المواطن ده، أنا لا عاوز ميليشيا تحكم البلد ولا عاوز جيش يحكم البلد، عاوز أشوف السلطة ترجع سلطة حقيقية للمواطن السوداني، عاوز السلطة دي ترجع سلطة حقيقية للمواطن السوداني. وحاجة أقول الخيار بعد ذاك اللي ممكن يرجع به السلطة دي شنو؟ في إنه يعود الأمن والأمان والاستقرار للسودان، وإنه الناس تشوف مشاكل الحروب ومشاكل الآن نحن فيها وكيف إنها تبدأ تنحل. شرفاء القوات المسلحة هقول كلام، وجنود وضباط الصف اللي موجودين في المؤسسة العسكرية، من الحاجة اللي أنا شفتها وتابعتها، قد يكون في معلومات الآن أنا ما أقدر أقولها لأسباب، لأن الناس اللي وصلت المعلومة موجودة الآن في مناطق بتاعت حرب، موجودة الآن في خوف على حياتهم، لحد ما نأمن في إنهم طلعوا لمناطق آمنة. بعد ذاك حنقدر نقول والله يا أخواننا 1 2 3، لكن حفاظا بس والله على الناس اللي حملتنا ووصلت لنا المعلومة، حفاظا على أرواحهم، لأنه لا نؤتمن على حد إنه يحفظ لحد ما يكونوا هم في مكان آمن بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي عاوز أقول لكم في إنه للأسف الشديد قيادة الجيش أنا شايفة ما قيادة في إنها تستاهل في إنها تكون موجودة. قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، والناس قاعدة تنتقدني وقاعدة تقول لي لا في الوقت الحالي، ما الوقت الحالي، هي حقيقة بقولها وقلت احتمال أنا بكرة أموت، لكن أكون بريت ذمتي وبريت نفسي طالما طلعت في منبر إعلامي عشان أنا أتكلم أقول الحقيقة وأقول رأيي البرا، إني صادق فوق معاكم ومع نفسي ومع ربنا ومع الوطن، حتى إنه بعد ذاك لو أخذ الله ودعته بعد ذاك نكون قلنا رأينا. قلت رأينا من قبل، ولكن يعني الحاجة اللي أقولها هنا لضباط صف وجنود القوات المسلحة ولي الشرفاء اللي موجودين في القوات المسلحة، نعلم إنه بيناتكم في خونة، ونعلم تماما أفليت وأبليت بلاء حسنة وحتى اللحظة، وأقوله أنا واحد من الناس أعتز بجنود وضباط المؤسسة العسكرية وأفراد الجيش، وأقف معهم قلبا وقالبا، لأنهم هم مننا وفينا، لأنه هم مننا وفينا ضعفاء زينا كمواطنين، بياكلوا زي ما بناكل، بيعانوا زي ما بنعاني، مرتباتهم ضعيفة، حاجاتهم ضعيفة، لكن هو القدر في إنه وهبوا نفسهم وأرواحهم فداء هذا الوطن، فيجب علينا في إنه نفيهم حقهم، وهم زي ما ذكرت الركيزة الأساسية للمؤسسة العسكرية. ولا إننا هيبقى في بلد لو ما في جيش، ما في بلد، أقول الكلام ده بصريح العبارة. يبقى قدامهم خيارات في الوضع الحالي والوضع الراهن ده، قدامهم خيارات، هنالك خيار أسمى وهو خيار السلام، في خيار أسمى وأجمل وهو خيار السلام، وده حنجي له ونشوف إنه الناس دي كيف يبقى خيار السلام ده. لكن الآن الوضع اللي فيه إنه المعارك مستمرة، وإنه بقاء المؤسسة العسكرية لابد إنه تبقى المؤسسة العسكرية، ولا بد إنه يبقى في جيش، ويبقى جيش مهني قومي وطني، إنه كل أبناء الشعب دي يعتزوا به. إذا لم تعمل القيادات العسكرية على إنها مثلا تنهي الحرب في السودان لاتجاه يعني يعيد الأمن والاستقرار، والاتجاه يعيد هيبة المؤسسة العسكرية ومكانة المؤسسة العسكرية، أنا في أسهاني وفي في 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 فكري لسه كلام أنا قلته، قعدت مع لواء الصادق، قعدت معه في مكتب جنب القيادة العامة، وقلت له من أكبر المشاكل ومن أكبر الأوجاع اللي عشناها نحن في الشعب ده، وستظل نقطة سوداء في جبين المؤسسة العسكرية، فض اعتصام القيادة العامة أمام أعينكم وناظركم ومشاركتكم. قلت له دي
مفترض تكون لكم انتم ذات درس في انكم تخرجوا انفسكم من براثن السياسه، وانكم تبعدوا المؤسسه العسكريه وتحيدوها وتبعدوها تماما من السياسه. قلت الكلام ده وعندي صوره وعندي تذكارا للكلام ده للتاريخ. فدي كان كلمه طلبوا اجتماع في انه اقول رايي، قلت رايي وقلته بصريح العباره ما خفته. دايما ناس دعم فريق قال لي تعال ونقعد ونشوف، وقلت رايي فيه بصريح العباره. ده اللي حصل. لذلك جنود وضباط القوات المسلحه قولها نعم وهي حاره في انه الخيارات ثلاث: اما سلام، واما انه يتم عزل القيادات العليا وينصب قائد عسكري قومي مهني كارب ما لقاشو. الكلام ده افتكر الجيش عارفه واضح، ما بكون دير له. انا مواطن اي سوداني، لكن ده رايي اللي انا شايفه، ده رايي اللي انا شايفه من الحاجه اللي انا شفتها في الوطن والبلد من قبل الثوره الى الان، من زمن البشير حتى اللحظه. اقول الكلام ده بصدق، ده الحاجه اللي انا عاوز اقولها، انه زول ما لقاشو كارب قاشو قومي وطني بيحب التراب ده. لما في معركه زي دي بتلقوه قدامكم جنب الكوبري، لو في معركه زي دي تلقوه جنب الكوبري معاكم، يكون عارف انه والله ما بخلي جنوده ديل، ما بخلي جيشه ده، في انه والله يا اخي بيعمل بروح وطنيه ايضا زي ما انتم بتعملوا. يهتم برواتبكم، يهتم بانه باسركم زي ما بيهتموا باسرهم وبرواتبهم. الخيار الثالث هو عزل والقبض على القيادات والضباط والجلوس للتفاوض. ده برضه خيار، ده أيضا خيار. أنا بقول كل الخيارات اللي ممكنة، وبعد ذاك الناس تقيم المؤسسة العسكرية، القيادات اللي موجودة تقيم الكلام ده في إنه الجلوس للتفاوض على شيئين: على إنه تبعد المؤسسة العسكرية وكل الملاعش وكل الأجهزة المسلحة دي من شنو؟ من الصراع السياسي، وتبقوا تتناقشوا في إنه كيف نبني جيش وطني قومي واحد. أقعدوا مش مشاكلين انتوا اساس انه والله منو الدار يبقى جيش، يبقى اقعدوا على الحته دي في انه والله نحن الحكم ده ما حقنا، الحكم ده حق الشعب، والشعب يجيبه بشنو؟ بديمقراطيته باجهزته المدنيه، ويبقى نحن كأزرع عسكريه تعالوا نتفاوض، تعالوا نتكلم في انه كيف نبني جيش مهني قومي واحد. مش انت يا ميليشيا الدعم السريع بيقول والله يا اخي الجيش ده مسيس والجيش ده ماسكنه نخبه معينه والجيش ده ماسكنه دوله 56. اقعدوا شوفوا انه الامر ده يا قياده الجيش انه يتحل كيف. ما دايرين تصلحوا البلد، صادقين مع البلد، ده الكلام اللي انا بشوفه. لو انت صادق مع البلد حتقعد عشان تعمل الحاجه دي، ويبقى بعد ذاك اعملوا على بناء الجيش المهني القومي ده، وتعالوا ارفعوا لي البرلمان، تعالوا ارفعوا لي قير. والله نحن كحملة السلاح، نحن كحملة السلاح في البلد توافقنا في انه والله يا اخي فلان ده يكون القائد العام الان للجيش، وعلى انه ماشيين في عملية الاصلاح في المؤسسة العسكرية، في اننا والله يا اخي قاعدين بنشوف كيف يتم مثلا الانتساب للكلية الحربية، كيف انه يتم والله الترقيات، كيف انه التوزيعات بتاعت الجيوش دي كيف تكون، رواتب الجيش دي كيف انها تكون، مخصصاتهم كيف انها تكون، وتعال نرفعها للبرلمان وارفعوها للبرلمان، في انه بعد ذاك يجيز لكم البرلمان ان اتفقتم. ان اختلفتم في شيء فردوه لاهله، واهله من؟ اهل الشعب، اهل الشعب، واللي يكون بعد ذاك البرلمان المنتخب ايضا، اللي هو بعد ذاك والله يا اخي الناس الشايل سلاح اختلفت في الامر الفلاني 1 2، فانتوا يا ممثلين الشعب 1 ولا 2، يقول لك 2، يقول لك 1، ده ترجعوه للشعب لنفسه. إن كنتم صادقين عاوزين الوطن ده وعاوزين فعلا، لكن إن كنتم دايرين تنهبوا وتسرقوا وتروعوا الآمنين، فيبقى ما حتكونوا حريصين على إنكم تعملوا الحاجة دي. وقيادة الجيش إن كانت فسدة كما هي فاسدة، وإن كانت أيضا لا تهتم بالجنود ولا يهمها أمر الجنود، برضو ما حيقعد عشان يعملوا الحاجة دي. أقول الكلام ده رأيي ورؤيتي كمواطن عاوز البلد تنصلح، وعاوز يرجع لها الأمن والأمان، وعاوز إنه الإنسان يعيش فيها بأمن وأمان. وإن كان قيادة الجيش عاوز تستمر في كذبها للشعب ولجنوده وفي خداعه، ودايرة تستمر في إنه والله لا تكون صريحة مع المواطن، أنت عارف يا جنود ما قدامكم خيار غير شنو؟ غير تسلموا سلاحكم وخلي الدعم السريع ده يبقى الجيش البديل. أنا أقول الكلام ده بصدق هنا، أقوله لأنه ده الحقيقة. إذا قيادة الجيش ما عاوزة تمشي صح، قيادة الجيش إذا ما عاوزة في إنها فعلا تعمل العمل الحقيقي
اللي يخلي المؤسسة العسكرية هي صاحبة السيطرة العسكرية وهي الجهة العسكرية، يبقى الخيارات الاثنين اللي أنا قلتهم فوق إذا ما بقت، أو الثلاث خيارات اللي أنا قلتها فوق إذا ما بقت، إذا بقى ما في سلام، إذا بقى ما في جلوس لتفاوض، إذا بقى ما في إنه قائد عسكري مهني قومي موجود في رأس المؤسسة، الجنود ما عندكم خيار غير تسلموا سلاحكم وتخلوا الدعم السريع يبقى شنو؟ يبقى الجيش البديل. أنا بقولها بصدق، أي نعم حارة وقد ينتقدني فيها الناس، وقد يجي الناس يلوموني، وقد يجي الناس يخونوني، لكن حبي لوطني وبلدي علي إني أكون صادق معاك. ما بسوقك بخلا، ما بديك معلومة ما صحيحة. نزلنا الصح ومهما كان وجع على قلبنا وألمنا لكن نزلناه لأنه حقيقة، والآن بنقول الكلام ده لأنه حقيقة، لأنه دي المخارج اللي أنا شايفها في إنها تطلعنا، ودي المخارج اللي أنا شايفها للمؤسسة العسكرية في إنها تكون شنو هي الحقيقة. إذن يا برهان، يا كباشي، يا ياسر العطا، قلنا كثير وكررنا كثير واتكلمت أنا كمواطن كثير وقلت رأيي. تعلموا تماما كثير جدا من المعلومات اللي رسلناها لقيادة الجيش أثناء الحرب أيضا حاطلع عليها الشعب في حينها في وقتها، لأنه زي ما قلت في ناس الآن موجودة في مناطق تماس، وفي ناس موجودة الآن سواء كانوا في أي طرف من الأطراف اللي بتتصارع الآن في الحرب دي، فحفاظا على أرواحهم هذه المعلومات سأقولها لاحقا. ويؤسفني ذلك، ما تعودت في أن أخبي أو أخلي معلومة لسه موجودة لكن مرهونة بحياة إنسان، مرهونة بروح إنسان، فلا بد أن شنو نحافظ على تلك الروح، نحافظ على تلك الحياة. ونسأل الله أنه يحفظ الجميع في ربع وطننا الغالي السودان. إذا النقاط اللي أنا قلتها قد تتفق معي فيها، قد لا تتفق، وقد تختلف معي فيها، قد ما تختلف، لكن ده اللي أنا شفته، وده اللي أنا عرفته، وده اللي أنا رأيي فوقه كمواطن، وإنت أخوي في الوطن ده. إن توافقنا في الرأي فنعمل خيار والحمد لله، وإن لم نتوافق في الرأي فيبقى اختلفنا في آرائنا ونظل أخوان في هذا الوطن. ده المفترض يعملوا به شنو الناس حتى اللي موجودة على رأس المؤسسة. طيب أنا تقدر أشوف التعليقات، لو في شخص شنو في أي تعليق ممكن نرد عليه في الخيارات وفي الكلام اللي أنا تكلمت فوق وقلته وفي النقاط اللي أنا ذكرتها يعني. حاول أقرأ تعليقات. في واحد بيعلق وتقريبا يكون من الموالين او من ناس الدعم السريع، قال ما عندنا شغله مع اي مواطن. انا والله اكذب عليك لو قلت لي انا اؤتمن شخص الان حامل سلاح. تسمع كلامي ده؟ انا اكون كذبت عليك، لانه تواصلي مع الناس اللي موجوده عندي حتى في اهلنا وفي غيره وغير اهلنا ومواطنين عاديين موجودين، في اللي قال لي يا اخي جاء تحت تهديد السلاح في قرى رفاعه، قال لي يا اخي في اللي تحت تهديد السلاح جشالوا شنو؟ جشالوا عرباتنا. كويس؟ فانا حصدقك انت اللي كاتب لي ما عندنا شغله معه، ولا اصدق المواطن اللي شالوا عربيته. انا بجي بسال المواطن ده شال عربيتك منو؟ بقول له والله جو جماعه راكبين مواطر لابسين زي الدعم السريع هم اللي شالوا شنو؟ شالوا العربيه مننا مع كميه المواطن اللي داخلين ماشيين على مدني. فانا اصدق منو؟ هصدق صاحب العربيه اللي شالوها منه، ولا هصدق اللي بيكتب لي بيقول لي انا ما عندي دعوه بمواطن؟ لانه انت ممكن في نفسك ممكن يكون ما عندك دعوه بمواطن، لكن في زول معاك تاني. ما الليله نحن بنتكلم بننتقد حتى الجيش اللي نحن واقفين معاه وبننتقده، بنقول انه الجنود ديل صادقين،
صادقين في دفاعهم، صادقين في عملهم، صادقين في قتالهم، لكن قياداتهم خونة، قياداتهم فيهم اللي أخذ قروش وشغال دليل لمنو؟ دليل مع عدو الجيش. فيبقى دي المشكلة اللي احنا الفساد اللي موجود عندنا في بلدنا مسدود في كل حاجة. ما في زول تأمن في إنه المؤسسة دي 100% شريف، لا. وناس مدني خايفين من سرقة العربات، وقلت الكلام ده أنا هنا، ودي الحقيقة وبقولها. الحصحيصة والكاملين الوضع شنو؟ حتى الآن ما في أي حاجة أو معلومة من المناطق ديك، يعني من فداسي، أنت من تطلع فداسي الحليماب، فداسي العمراب، ولحد ما أنت ماشي كده المناطق دي حتى الآن آمنة كويس، ولحد شنو؟ لحد الكاملين هناك والحصحيصة والحتات دي يعني. فما في أي معلومة حتى الآن جاتنا من المنطقة ديك. الشخص اللي بيسأل من الحصحيصة والكاملين الوضع منه، الوضع حتى الآن آمن في المناطق ديك، ما في أي حاجة فيه يعني، لحد اللحظة اللي أنا جيت أطلع لللايف اللي سأل من الحصحيصة والكاملين. طيب الناس اللي متابعة اللايف، بس أنا عشان عاوز أشوف أسئلتكم وعاوز أشوف مداخلاتكم عشان نعقب عليها وأرد عليها. في واحد كتب الله يكون في العون، الآن قال أهلي طالعين مشوا برجلهم في طريق سنار، تركوا البيت فاضي. لذلك أنا ذكرت الحتة وقلتها للناحية الإنسانية، طريق الدباقة، شارع النيل اللي بيجيب لكبر حنتوب يكون آمن، يكون فاتح، رأفة بالمواطن، رأفة بإنسان الولاية، رأفة بالنازحين، رأفة بالنساء والأطفال، لأنه الاتجاه ذاك ممكن يمشوا القضارب بتكون أقرب من طريق سنارة الآن اللي أصبح شبه استحالة فيه الحركة يعني. لأنه اللي كانوا هناك 4 مليون ولا الكم اللي جو من الخرطوم ونزحوا هناك، الآن هم نفسهم في طريقهم نازحين لشنو؟ باتجاه سنار. تخيل مع شنو؟ مع الناس اللي في المدينة نفسهم اللي ما عندهم بيوت، واللي كانوا مهجرين، واللي كانوا من ولايات تانية قاعدين في مدني نفسهم، الآن بدوا يطلعوا برضو في نفس الطريق. فتخيل كيف إنه المنظر هناك الآن. وشوف لو أصبحنا وربنا لطف وقدر الأمور هادئة نحمد الله، وإذا اشتدت الأوضاع وبدأ ضرب فيها وبدأ انتشار مكثف داخل المدينة، نسأل الله الأمن والأمان، وإننا ما نشوف النهبة والسرق، ولكن إن ده حدث هتشوف كمية بتاعت نزوح بدت أكبر وأكبر. طيب براجع في التعليقات أيضا إذا في زول عنده سؤال. طيب معليش أنا بتعاين في التلفون ما كان بيجيب لي الأسئلة، لكن شايف في شنو في التعليقات هنا. في واحد قال لي لماذا الصراع داخل مدني، خصوصا انه مدني فيها اكبر مجمع نازحين. الصراع لصراع استراتيجي ذكرته في واحد من الفيديوهات، ممكن ترجع له عشان انا في صفحة الزول عشان ما نطول الفيديو. طيب أنا بس ما كنت شايف بصراحة التعليقات، أنا حتى مني فاتح يا داب يمكن بدأت تظهر لي. طيب في واحد قال لي البرهان ما من بداية الحرب لا يثق في جيش، وحتى الآن لا يثق في جيش، هو داير الكباشي وياسر العطا. الطريقة الماشي بها البرهان أنا أقول لك حاجة، إذا استمر يمشي في الكلام ده في النهاية حيلقى نفسه براو قاعد في شنو بال7-8 الحرس اللي حوالينه اللي أنت شايفهم ديل، إلا يشوف يقع البحر ولا يركب طيارة ومشى مكان تاني. أنا ما أكذب عليك،
دي الحاجة اللي أنا شايفها. الحاجة الثانية يعني هو فعلا ما بيثق بقى في ناس كثيرة جدا، لكن مشكلته اللي حوالينه واللي هو أنت بتقولهم ديل مثلا منو ياسر عطا وكباش. أنا قلت رأيي في كباش هسه قبل شويتين، ياسر عطا منو إبراهيم جابر. أقول لك حاجة، أنا لو في مكان إبراهيم جابر ده أول دول بيشيله. في معلومة أقولها، يعني عندي رأي أنا في إبراهيم جابر، عندي رأي إنه أول حاجة إبراهيم جابر كويس متزوج أخت عصام فضيل اللواء، عصام فضيل اللي هو بتاع الدعم السريع واللي هسه قاعد في الدعم السريع. عصام فضيل ده متزوج أخته، ده نسيبه. إبراهيم جابر ده طلع من القيادة العامة لحد برسودان، حموه الدعم السريع لحد ما مشى ووصل، لحد ما طلع لمكان آمن ومشى دخل برسودان. أنا أقول لك الكلام ده وليه؟ لأنه عصام فضيل ده شنو؟ نسيبه. أقول لك الحقيقة عشان أنت تعرف، عشان تعرف البلد ماشي كيف، عشان تعرف البلد ماشي كيف. وهو بيتكلم مرات ومرات بيضحك حتى في بعض الضباط اللي موجودين في الجيش. أنا قلت لكم في معلومات، في حاجات أنا قد ما أقدر أقول الآن، لأنه في ناس لو قعدت أصرح هم الآن موجودين، نخاف على أرواحهم. لكن ده يعني ده جابر اللي أنت بتقوله لي ده جابر اللي أنت بتقوله لي ده. ونسته مستمرة مع اللواء عصام فضيل اللي هو بتاع الدعم السريع بتاع لجنة شنو؟ لجنة الظواهر السالبة وما بعرف شنو بتاع شنو؟ بتاع الدعم السريع. أنت واخد بالك؟ اطلعوا من القيادة العامة وحماه لحد ما وصل منطقة فيها انتشار للجيش عشان يمشي برسودان، طلعوه حموه الدعم السريع. لأنه عشان كده أنت ما سمعت بخروجه ولا شفت حاجة ولا في زول قاعد سأل إنه كيف إبراهيم جابر ده أول واحد شنو؟ أول واحد مشى وصل برسودان. حتى بعد ذاك مشى برهان وراه. ده اللي أنا عارفه، ودي الحقيقة اللي وصلتني. دي الحقيقة بقول لكم. أنا قلت لكم قد أقول لكم كلام قد تشوفوه مر، قد تشوفوه حنظل، قد تشوفوه سامع، لكن ده الواقع اللي احنا عايشين فيه في السودان، ودي حقيقة شنو؟ القيادات الحاصلة الآن. الخطوة القادمة يا ياسر عمر، أنا قلت 4 خيارات وقلتها شنو؟ قلتها في الفيديو ده، لو رجعت للفيديو حتلاقيها. منتصر حسن قال هنالك لغز في دخول الدعامة لمدني، إما تكتيك عسكري من الجيش ونعتقد إنها فاشلة، أما القضية تم بيعها والله غالب على أمرنا. قلت ووضحت كل حاجة في الفيديو ده، ترجع عليه لبدايته وريتك الحصل فيه شنو. بعد ذاك الجيش لو عنده تكتيك نشوفه من بكرة، كان الجيش ده عنده تكتيك من بكرة كده نشوفه، لكن لا أظن. طيب نسر الجبال بيقول طيب دارين خبر حقيقي من مدني سقطت خلاص يعني. أنا من مدينة ود مدني أقول لك، ولما خطيت الخبر الصباح عن تفاصيل مدني أعلم كل حاجة، ومن امبارح خطيت للناس تفاصيل 1 2 3. لما نزلت الخبر الليلة في إنه مدني دخلوا الدعم السريع، الناس قالت لي يا زول اسكت. لا، ما أنا أهلي قاعدين في مدني، ما أنا من مدني، عاوز البلد تكون آمنة. لكن أقول لك الحقيقة، المر علي والمر عليك والمر على الوطن، ما أكذب عليك، ما أقشك. وينو بيان القوات المسلحة الآن؟ أي منطقة سقطت الناطق الرسمي للجيش بيقعد يختب له 2 3 حتى بعد ذاك يطلع عليك يقول لك كلام. وقلتها الناطق الرسمي ده ووجهت كلام له كل مرة من فترة، لكن بنقول الآن، وقلتها الآن أنا في الفيديو ده، إنه كذاب ولا يؤخذ بما يقول. مش حارة واجعة، مش حارة، لكن ده الصدق والإخلاص عشان المواطن ده، عشان ينصلح حالنا، عشان لو بتحب الوطن حب إنسانه واللي واقف معاك واللي ساندك، وخليه في الرؤية والصورة الصح عشان يعرف يعمل شنو
عشان يعرف حساباته يحسبها كيف. كان تيجي راجع تقول لا والله دي أسرار عسكرية ولا غيره، لكن الأمور واضحة واضحة قدام الناس وعينة وبينة. إن كذبت اليوم بكرة الكذب بترفع الغطاء والناس بتعرف الحقيقة. وإذا ما صدقت مع المواطن هيعيش الواقع، وهو عايش الواقع وهيعرف إنك كذبت عليه. يبقى ما بنطلع لو ما صدقنا، لو ما أخلصنا ليه للوطن ومن أجل إنسان الوطن. طيب ده قال لي الغلط من شنو؟ الغلط من الاستخبارات، الدفاعات الجوية اللي خلاهم عبروا من الخرطوم حتى وصلوا مدني. مدير الاستخبارات، طيب كل مرة الناس تخلينا عشان نطلع معلومة، لكن قلت نقول ما خايفين والله إلا من الله، ونحب التراب ده ونحبه. مدير الاستخبارات اللي انت بتقول فيه ده في قيادات في الجيش رفع التقارير للبرهان على أساس إنه يقيله. البرهان ما داري يقيله. ده مدير الاستخبارات بتاعت الجيش، رئيس استخبارات الجيش، فريق صبيرة اسمه ولا منو ده، تمام؟ برهان ما داري يشيله. طلعت أنا واحد من الناس أثناء الحرب وفي أيام قلت إنه فريق صبارة بتاع الاستخبارات قبل الحرب ما تبدأ اشترى فيلا في البحرين ولا واحدة من دول الخليج وساق أولاده وداهم، فيبقى لا يؤتمن على إنه يكون رئيس استخبارات لجيش السودان. قلت الحقيقة دي مرة، اسمعوها. دايرين زول يصدق معاكم ولا دايرين زول ينافق ليكم يكذب؟ دي الحقيقة. والبرهان يسمع، قادة الجيش يسمع فريق صبيرة ذاته، لكن ما حكذب على الشعب ولا حقدت على الشعب حاجة تاني. كلام كنا بنقوله صادقين فوق، وده الحاصل. يلا يا البرهان، وحتى المعلومات اللي جاتك البرهان وما قدرت تعمل فيها حاجة، أنا بقول لك الآن، بقول لك هتلاقي نفسك والله مش محاط ومقبوض، لكن أعرف إنه في لحظة قد تفر. لكن قلت الخيارات هنا أنا لناس الجيش، وحطلع تاني وأكررها. إما بقى في جيش وما بقت في قيادة حقيقية وما تبقى قيادة حقيقية، الخيارات اللي قلناها لناس الجيش يمشوا فيها، وحنساعد ضباط الصف والجنود ده إنه يمشوا فيها، لأن هم والمواطنين هم اللي لابسين الحرب دي كلها فوق رقبتهم، ما لابسينها انتوا، ما ضايقينها انتوا. ضايق المواطن وضابط الصف والجنود، ضباط الصف والجنود. يبقى نحن نجيف لحمة واحدة كشعب مع جيش، ولما نقول جيش نقول الجيش المخلص لوطنه لبلده لمؤسسته بأنه يمشي لقدام. واللي يجي بيقول لي استخبارات، ما في استخبارات. وحقول نقطة عن حتة الاستخبارات اللي قدام، لأنه في شخص أيضا في معلومات لحد ما يكون الآن طلع ومشى في مكان آمن، عشان بس نوضح للناس. ما في بتاع الاستخبارات ده، ما في. لو في استخبارات صحيح كان التحرك للميليشيا اللي بتشوفوه والانتشارات دي كلها كان بيكون في تصحيح دقيق للطيران عشان يضرب، يكون في تصحيح دقيق لهاونات لمدافع للقوات ذاتها، أساس إنها تتحرك وتشتغل عمل عسكري منظم ودقيق وخطط عسكرية. لكن ما في، لأنه خاين، لأنه ما عنده دعوة. إذا أصلا في استخبارات وجو فضوا قدام القيادة العامة، المواطنين ماتوا والشباب ماتوا، معقولة ما كانوا عارفين إنه في نية بتاعت فض اعتصام؟ أنا لما طلعت قلت يا أخي إنه بتاع الاستخبارات اللي قبل ده واللي قبليه والتاني لما فض الاعتصام ذاك استقال. قلت إنه شالوا سحبوا الذخيرة من الجنود في القيادة العامة قبل فض الاعتصام ب3 أيام ولا
يومين. يبقى الاستخبارات ما عارف، لا عارف ومشارك. الحقيقة مرة، لكن اتقبلوها عشان ما تعيشوا في وهم، ما نعيش في انه والله يا اخي لا، اللي بيطلع بيقول صادق معاكم بنقول لكم داك صادق، ده كلامه صادق، الكلام ده صح، الناس تمشي فوقه. نحن دايرين شنو؟ دايرين الحرب تقيف، نصدق في انه كيف تقيف. دايرين البلد تنصلح، نصدق في انه الفاسد منون ننتزعه من وسطنا اللي موجود في مؤسسات الدولة ونخط الإنسان الصالح في مكانه. دايرين البلد تمشي لقدام. أنا لما نتكلم معاك أكون صادق معاك كأخوي في الوطن، لما أنت تتكلم معي تكون صادق معي. إذا وجهة نظرنا حتى ما توافقت، لما نختلف بنقول مع السلامة إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتلاقى بكرة، لكن ما نكذب على بعض ونغش بعض. إقبال بتقول حقيقة الناطق الرسمي ما عامل للمواطن قيمة ولا يعمل لنا تنوير يحكي الحاصل. اليهود أحسن منه، كل رأس ساعة يطلع بيان. أقول لك كمان ميليشيا الدعم السريع دي إعلامه وناطق الرسمي شغال بمهنية أكثر من بتاع الجيش اللي في يده كل مؤسسات الدولة. الليلة يسمعوا مني الكلام الحار، يسمعوا مني الكلام الحار لأنه صادقين، بنقولوا من قلبنا، بنقولوا من أجل بلدنا. كان الناس تيجي تقول لي أنت ميليشيا ولا بتاع، لكن دي الحقيقة. الإعلام بتاع ميليشيا الدعم السريع شغال بصورة مهنية، يعني بشكل كده بروفيشنال. أنا ما بقول صادق، بقول شغال بصورة مهنية كده وبشكل بروفيشنال أكتر من بتاع الجيش. دي الحقيقة أنا بقول لكم مرة كده. قدر ما بنقول يعني في بداية الحرب تحدثنا تواصلنا في إنه يا جيش إعلامكم ضعيف، قلناها كده بالواضح له، في إنه العمل الإعلامي ضعيف. الصورة الإعلامية اللي بيطلع بيها تخلي تلفزيون السودان إنه تلفزيون السودان يجيب لك تقارير لجهات لها أغراض السياسية ولها أغراض الغيرة، ويجي يقعدوا يشغلوها عليك في التلفزيون من غير ما أنت تشوف المادة بتاعتك الحقيقية عشان تكون صادق مع مواطنك. ده تلفزيون السودان اللي بيعتمد عليه الجيش. ده الحقيقة مرة، اسمعوها، لكن خلونا عشان نصلح بلدنا، عشان نصلح بلدنا وعشان تمشي لقدام. ولو تيجي تقول لهم الحقيقة وتتكلم فيها يطلعوك كذاب، يطلعوك خاين، لكن لأنه دايرين يداروا سوءاتهم. ما عندنا مصلحة في السودان غير إنه نشوف كل إنسان فوقه يعيش هنيء قرير العين، إنه نشوف الناس دي كلها في أمن وأمان، ويكون في عدالة اجتماعية في هذا الوطن، ويكون في حاكم عادل، إنه شنو نحن تحت ظل حكم العدالة. طيب الشيء واحد، نادية بتقول الشيء المحيرني، قالت لي الجيش ما عايز يضرب معاقل الجنجويد وبؤرهم. أنا يمكن الحتة دي ذكرتها ولا بالنسبة لتواجدهم اللي موجود في الفيديو ده، وقلت ليه الجيش ما داير يضرب أو كده. قلت في حتى عن مدني قلت إنه بيتعلل بأشياء يمكن في الفيديو ده حتلاقيها. أما عن البؤر بتاعتهم دي أنا تحدثت في بدايات الحرب وفي نص الشهور اللي فاتت، وذكرت وجبت فيديو ووجهت نقدي لسلاح الطيران، ووجهت نقدي حتى في القتال الدائر، في انه قلت الانسان ذاته لما بيحارب بيكون الحرب ذاتها عندها اخلاق حرب، في انه المكان اللي فيه مواطن انت ممكن ما تستهدفه عشان ما تضر مواطن، لكن ذكرت حتى قلت يا اخي في مواقع استراتيجية لعدوك اللي هو ولميليشيا الدعم السريع، إذا أنت حريص دير تقاتل فعلا بشرف ليه ما استهدفت المواقع بتاعت الدعم السريع ده. وعلى الحتة دي دايما ذكرت أنا في معلومات لسه ما طلعتها،
أنا حطلع لكم معلومات في فيديوهات جاية، حوريك المعلومات الاستخباراتية اللي وصلت للقيادات الميدانية في الجيش ده مع بدايات الحرب كل يوم بالدقيقة وبالثانية، واللي كان بتصل وما عملوا فيها أي حاجة. طيران ما مشى ضربها ولا مسيرات مشت ضربتها. وحوضح لكم الكلام ده عشان تعرفوا في إنه الخطأ وين والحقيقة وين واللي مفترض إنه ينصلح شنو. فيا نادية ده الوضع. الجنيد عباس الرفاعي بيقول لي يعني هسه نقول مدني سقط التب. مدني الجزء الشمالي الغربي الآن موجود فوقه مبيت فوق الدعم السريع. تمام؟ ميليشيا الدعم السريع قاعدين مبيتين في المكان ده. هي الدباقة، هي العشير، بانت، هناك عندك المناطق كلها الأندلس، كويس؟ المكان بتاع مركز القلب أول ما تجي داخل مدني، المناطق دي كلها الآن قاعد فيها ميليشيا الدعم السريع إذا بتعرف مدني، كويس؟ ويمكن ده مفتاح دخولك لمدني، بتجي بالأحياء دي لو جاي من الاتجاهات دي، جاي من اتجاهات الجزيرة بهناك بجوا الكريبة وقرى الجزيرة، بتجي بالحتات ديك بتلاقي الدعم السريع خلاص بقى في الحتة ديك. جاي طريق مدني الرئيسي بتلقى شنو الدعم السريع قاعد، قطعت كبرى حنتوب الدعم السريع قاعد، ده أحياء شنو مدني الاتجاهات ديك قاعد فيها الدعم السريع الآن. أما تصحى ودائما بيناموا في وقت بدري، بيقوموا يتحركوا الساعة 2-3 صباحا، بيبدوا يتحركوا لعملياتهم. ده الحركة بتاعته. صباح قد يبدو يتحركوا في انتشار أوسع، أو قد تبدأ معارك تانية شنو تكون داخل الأحياء في سبيل إنهم ينتشروا داخل المدينة. طيب محمد حنين بيقول ولماذا الجيش يستنى يجوا يهجموا إليه ولم يهاجموا؟ والله بكرة قال تلقوا الدعم في بور السودان. حقيقة نعم، بالطريقة دي نعم ممكن تلقى الدعم في بور السودان. تمام. وأنا قلت الكلام ده شنو قلته؟ معلش معذرة، لأول مرة أنا تناول لي جرعة ماء يا إخوانا. طيب فضلوا معنا، بسم الله. دي الحقيقة. الأخ اللي قال الكلام ده تمام، في إنه شنو؟ أنا امبارح في الفيديو اللايف اللي امبارح لما تحدثت وتكلمت قلت كلام، قلت يا أخي إذا استمر الجيش، كويس؟ قلت إذا استمر الجيش في ذات الخطة الدفاعية، قلت إذا استمر الجيش في ذات الخطة الدفاعية اللي هو ماشي فيها واللي بنفس الطريقة سقطت الحاميات بتاعت الجيش اللي سقطت والمدن اللي سقطت، قلت بالتأكيد بيكون وضع مدني في خطر كبير جدا، وده قد يضع أيضا باقي المدن في خطر. قلت إذا الجيش ما غير هذه الخطة وهذه الطريقة يبقى ما حيكون في تغيير، حيكون ده استمرار لشنو؟ للماشي والحال الماشي يعني. يوسف إدريس بيقول قال يغيروا البرهان ورئيس استخبارات، يخطوا ياسر العطا وكباشي رئيس مجلس السيادة. كباشي ياتو، كباشي اللي حسي قام مشى يعز في الكويت وما عز في وطنه وفي بلده. لا، نقول له الحقيقة ونقول له الكلام المر. يعني أنا لو سمعتك كلام واحد هنا من مواطني مدينة ود مدني، خلينا أسمعك يعني جزء من أحاديثه ومن زعله، كويس؟ عشان تعرف يعني الحاصل دقيقة وينهم. أسمعك جزء من كلامه، والشخص ده منه دقيقة. الشخص ده هو محمد الطيب أبو دقن، سكرتير السابق لنادي الاتحاد، نادي الاتحاد مدني. أنا من مدينة ود مدني وقلت لك. خيانة اسمع زعله. خيانة مدني سلمها تسليم مفتاح مدني.
تعال عزينا يا كباشي، تعال عزينا في مدني، تعال عزينا في درة السودان اللي انتهت بسبب خيانتكم. تعال عزينا لانه انتوا قيادات الدعم السريع وانتوا قيادات الجيش الاثنين انتوا قاعدين تنسقوا في دمار السودان. تعال عزينا نحن، ما تعزي الكويت. الكويت هلا عندها ناس وعندها رجاله. تعال عزينا نحن في مدني. تعال عزي المدينه اللي اكلت السودان 70 سنه من مشروع الجزيره، جيت دمرتوا انت والمعاك. تعال عزينا نحن يا كباشي، تعال. ما تعزي الكويت، الكويت معزيها لشنو؟ تعال عزينا نحن، ده نحن الدايرين العزا، نحن في مدني اللي سلمتوها تسليم مفتاح بدون مقاومه. نحن اللي نحن كنا ننسخ فيكم لحد الصباح، نحن معاكم بقضيبنا وبروحنا وباي حاجه. نحن اللي وسخنا فيكم، ونحن اللي سلمناكم البلد، ونحن اللي لبسناكم الدبابير، ونحن اللي خليناكم انتم بقيتوا ناس. جيتوا انتوا بعتونا عيب، ديتوا 30 سنه تبيعوا في السودان، 30 سنه تبيعوا في السودان. الان شابكيننا، ما انتوا قيادات الجيش وانتوا قيادات الدعم السريع وانتوا اللي بتبيعوا في السودان شمال ويمين. كيف مدينه زي دي هي اصبحت روح السودان فيها اكثر من 4 مليون لاجئ؟ الان النسوان في المدارس ما قادرين يمرقوا. تعال عزينا نحن، ما تعزي الكويت. تعزي الكويت ليه يا اخي؟ ما تعزينا نحن ديل نحن. تعال عزي الجزيرة، تعال عزي الجزيرة اللي حرقتوها من أول يوم. حارق من اليوم ما جات الإنقاذ، حارقة فيها 22 مصنع نسيج. من ما أنتوا دخلتوا البلد دي يا كباشي؟ من ما أنتوا خديتوا كراكم في السودان ده أنتوا بتدمروا فيه؟ من ما أنتوا جيتوا؟ الجزيرة كانت ميزانية السودان بتفيض منها، جيتوا أنتوا دمرتوها يا كباشي. أنا لعنة الله عليكم أجمعين، أنا لعنة الله عليكم أجمعين، أنا لعنة الله عليكم أجمعين. ده زعل أبناء مدينة ود مدني. السلام عليكم أعضاء الجروب الأكارم. ده زعل أبناء مدينة ود مدني كويس. في شنو؟ في إنه سفرة الكباش زي ما شايفين ناس واقفة مع الجيش قلبا وقالبا، لكن شافوا الوجع كيف. أقول لك أخي محمد الطيب أبو دقن، سكرتير السابق لنادي الاتحاد المدني، نعم نحن أبناء مدينة ود مدني والله عايشين الألم الآن، عايشين الآن في إنه نشوف مدينتنا تحت الحرب وتحت الصراع زي بقية مدن السودان، ونسأل الله إنه كل المدن دي يرجع لها الأمن والأمان والاستقرار زي ما كنا عايشين الألم مع أخواننا في نيالا، في الجنينة، في الفاشر، في نرتتي، في كل المناطق دي ناس كانت بتشوف وبتعاين لنا نحن. فينا ليه بنتكلم عن الإقليم، لكن عايشين نحن لأنه عايشين معهم الألم، والآن نعيش ذات الألم في مدينتنا، في مدينتنا وفي في 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 موضعنا. فيا أخي محمد الطيب أبو دقن، يعني ربنا يديك الصحة والعافية، وربنا يدي الصحة والعافية لكل أبناء مدينة ود مدني ولكل أبناء هذا الوطن المعتاء الحريصين على هذا الوطن وعلى حبه وعلى أرضه وعلى إنسانه، وغيورين في إنه يشوفوا البلد ده في أمن وأمان ويرجع عليه الأمن والأمان، وحريصين في إنه والله إنه يشوفوا البلد دي تنهض وتمشي لقدام بدل إنها تنكسر وتنزل وتتهان، وإنه تبقى فيها حروب ويبقى فيها نزوع وتشرد. فده وجع أبناء مدينة ود مدني ونعيشه نحن أبناء مدينة ود مدني، لأنها كانت الحاضنة للنازحين من كل ولايات السودان، كل ولايات السودان عايشين فيها. وده الحاصل الآن، الألم اللي بيعيشوه. واحد بيسأل بيقول أين شرفاء الجيش؟ بقول اتحدثت رسالتي لشرفاء الجيش في شنو يحصل في الفيديو، لما ينتهي ممكن ترجع عليهم من البداية. بحاول أشوف أنا تعليقات الناس. عاطف عبد الرحمن بيقول من المفترض الشعب يطلع ضد الحرب وقيادات المتحاربة والقيادات المتحاربة للذهاب إلى جدة وخيار السلام أولى. قبل أنا تحدثت وقلت نقطة يا عاطف، قلت من الخيارات، وأول خيار ذكرته قلت خيار السلام، وهي الخيار الأسمى والأعلى والأرفع إن كانوا يحبون الوطن، سواء كانت ميليشيا دعم سريع أو سواء كانت قيادة الجيش نفسها. ووضحت في إنه إذا الناس دي حابة الوطن فعلا إنه شنو يبقى، إنه يعلموا الاثنين في إنهم هم يعني أزرع عسكرية تحمل سلاح وحملت سلاح، وفي النهاية المواطن ما داير يشوفهم هم في السلطة، عاوز يشوف إنه عنده حكومة هي المواطن نفسه هو شنو صاحب القرار والسيادة، في إنهم يسلموا الحكم ده، يقعدوا مش متخاصمين متشاكلين، أقعدوا بعيد من الحكم ده ويقولوا ما دارين تحكموا، تمام، أقعدوا تعالوا
نحن عندنا مشكلة دايرين جيش وطني قومي واحد نعمله كيف، وشوف اتناقشوا فوق وجيبوا له البرلمان بتاع الشعب ده هو اللي يوافق عليه وهو اللي يمرره هو اللي يسني هو اللي ينقحه هو الكده. ده كلام قد يطول لكن نجي نتحدث فيه في وقت تاني. طيب غاندي بابا اس اي الرشيدي بيقول ممكن سؤال حار، قال خلاص نسيتوا الخرطوم ابشركم بتنسوا مدني وتمسكوا بورسودان وده كله بخطابكم العنصري. طيب انا ما اعرف خطابكم العنصري ده تقصد به منو. انا واحد من الناس جيب لي خطاب عنصري لي. يعني لما تيجي تتحدث ما تتحدث بلغة الجمع الا اذا كان الناس اللي انت جامعهم ديل هم اللي قاعدين قدامك او اللي انت بتشير لهم فلان وفلان. لكن عشان بقى نكون واضحين أنا ده بتحدث من منطلق قومي من دخلت وظهرت في الميديا دي والناس بدأت تشوفني من 2014. جيب لي زول واحد لقى لي خطاب عنصري أو لقى لي كلام وأتحداك وأقول لك الكلام ده الآن عامل كل أبناء الوطن ده معاملة واحدة ولا قاعد أفرق ولا قاعد أقول أي تفرقة. يبقى كلامك إذا أنت قاصد به ناس تانية موجودة في الميديا وضحهم وقولوا فلان ذاك العنصري. وانا واحد من الناس جيت وانتقدت العنصريين من ابناء غرب السودان ومن ابناء شمال السودان وقبل الحرب دي ووضحتها وقلتها ووجهت لهم رساله وجلي اثنين قاعدوا ينتقدوني وقاعدوا يتكلموا فوقي كلام كويس. ولكن دي الحقيقه قلت اقولها، قلت قبل الحرب قلت لهم العنصريين من ابناء الشمال ومن ابناء غرب السودان وقفوا خطاباتهم العنصريه البلد دي ما حتمشي وحيكون أسباب لحروب كثيرة جدا. فيا غاندي ده أنا رأيي، فيبقى تخاطبني وناقشني في الكلام اللي أنا بقوله. ما تحاسبني على أقوال ناس تاني أنا ما عندي معها علاقة، هم يحاسبوا على ما يقولون. تمام؟ بيبقى سؤالك ده شوف المنوط به منه. لكن أنا ممكن أرد لك على الجزئية اللي بتليني. فهل نسيتوا الخرطوم؟ لما نسينا الخرطوم ولا نسينا نيالا ولا نسينا النيل الأزرق ولا نسينا بورسودان ولا حننسى أي بقعة منه. ده أنا عن نفسي ما حننسى أي بقعة في الوطن ده. لازم تشميل العدالة، لازم يشمل دولة القانون، لازم تكون في مؤسسة واحدة كده تجمع الناس دي وتحكم بيناتهم بعدالة. واللي بوضح لك إني ما ناسي مكان ولا ناسي مكان يمكن صفحتي الشخصية. أنا ما أعرف بتشاهدني في الصفحة الشخصية ولا لا. في صفحتي الشخصية بتلاقيني هنا كلامي اللي بقوله كله موجود. ما بتحدث عن حتى الناس قد يكون انت اللي بتابعيني في ناس كثيرة جدا قبلتي انا شنو ما عارفينها لانه ما حصل حتى تحدثت بقبلية ولا تحدثت مناطقية. بتحدث من منطلق قومي. اي نعم الان بذكر وبقول انا من مدني وبتحدث لانه في ناس بتقول لي المعلومات ودايره تتاكد المعلومات بتيجي وين عشان اوضح للناس في انه كلام انا في ناس هناك عندي بهم صلة. قد يكون مدوني بالمعلومة، قد يكون من المناطق تانية أنا بعرف فيها ناس بحكم الطبيعة والعيشة وبحكم التعامل. أما عشان ننسى الخرطوم لا ما حننسى الخرطوم. هي شبر من شنو؟ شبر منها. لكن انتقلت الحرب الآن من الخرطوم انتقلت لمنطقة جديدة وهي مدينة مدني ورفاعة وتمددت. يبقى برضو نشوف الناس اللي انتقلت ليهم الحرب دي، نشوف أوضاعهم، نشوف اللي حيحصل عليهم شنو، نشوف الألم اللي حيعيشوه، نشوف إنه كيف يعود الأمن والأمان ليهم، نشوف إنه كيف الحرب دي ما تتمدد أكتر وأكتر، إنها ما تمشي لمناطق آمنة تاني ويتضرر المواطن وينزح المواطن. درنا نشوف الكلام ده برضو كلنا ونعمل مع بعض. طيب حسن بيقول له طيب انت في خطاباتك بتقول ميليشيا الدعم السريع دي عنصريه. لا انا وضحت قبل كده انا بقول ميليشيا ليه وهي ما عنصريه. انا لو كنت بشير لهم بالصوره العنصريه اذا انت ما عندك المفهوم العلمي لمعنى ميليشيا شنو اوضح لك. وضحته قبل كده لكن اوضحه لك تاني زي انت شايفه انه عنصريه. حتى في ناس من اعلام الدعم السريع بيتصلوا علي وانت بتقول لنا ميليشيا ونحن بنحترم كلامك ولانه عارفينك بوضح لهم. وده كلام انا ما عندي فيه 2 3. دي مو عنصريه. دي لانه اي جهه عسكريه في المفهوم العلمي
كويس، والتعريف العلمي للحالة اللي زول الشايل سلاح. إذا أنت شايل سلاح باعتبارك المؤسسة العسكرية بتاعت الجيش، جانا آرمي، سودان آرمي، وات ايفر آرمي، إذا أنت الجيش بتاع البلد اللي معروف بيسموه المؤسسة بتاعت القوات المسلحة، ده أنت هنا الجيش. إذا أنت شايل الحاجة دي وأنت ما جزء من الجيش ده، لأنه الآن الحاصل في إنه الدعم السريع ده لما كان بداياته في بداية الألفينيات كان هو شنو؟ كان هي ملايش. البشير مش طلع قال أنا قلت جيبوا لي حميتي وسلحوهم. البي بي سي في بداية الألفينات مشوا قعدوا مع حميتي في الخلا هناك، وحميتي تكلم بنفسه قال نحن الحكومة دي كلمناه نحن يسلحونا عشان نتقاتل مع شنو؟ نتقاتل مع شنو؟ مع الحركات ديل. وهم قال نحن أي نعم ميليشيا شنو؟ قبلية موجودة، لكن دير نتعاون مع الحكومة. الكلام ده كده ده بداياته، نحن كلام بنتكلم بأصوله وبمفهومه العلمي. فيبقى أي قوة عسكرية شايلة سلاح هي بقت ميليشيا. بيبقى بعد ذاك في المفهوم التعريف العلمي ليها في إنه الشايل سلاح ده وبقى ميليشيا عنده برضه قسمين، يا إما ميليشيا موالية للنظام أو يعني شنو؟ يعني موالية للحكومة القائمة وبتتعامل معها وبتتعامل مع جيشها وبيشتغلوا سوا، يا إما ميليشيا ويسمى ميليشيا متمردة إذا خرج عن شنو؟ عن طوع الحكومة دي وعن طوع الجيش ده بيسمى ميليشيا متمردة. ده التعريف كده. فالدعم السريع كان ميليشيا متعاونة مع شنو؟ مع النظام القائم، نظام البشير. قام جابوهم دربوهم وقال له خلاص تبقى انت الدعم السريع، وعملوا له قالوا قانون صح ودخلوه البرلمان عشان انه شنو؟ يجيزوه ويبقى شنو؟ يبقوها زي حاجة رسمية. لكن يظل ميليشيا لأنه ما هو الجيش، ما هو أصلا القوات المسلحة، والقوات المسلحة قالت إنه الناس دول تمردوا علينا. يبقى يرجع لوصفه اللي كان موجود واللي هو شنو؟ واللي هو ميليشيا. الحركات المسلحة قلت دي برضو ملايش، كانت ميليشيا متمردة على النظام القائم، وقلت حتى الآن أعتبرها ميليشيا. قلت كتائب البراء اللي موجودة الآن بتقاتل مع الجيش ده، قلت دي الملايش، والآن هي ملايش متعاونة مع النظام ومع الجيش. قلت الدفاع الشعبي اللي كان عملوه ميليشيا، وأساسه كان أصلا ميليشيا من القبائل في كردفان، عملوها ناس شنو؟ ناس حكومة الأحزاب زمن ناصر بورما، وكتين هم في وزارة الدفاع وشنو في قيادة الجيش، عملوه ملايش هناك. وجاء وقت الإنغاز لقى الأساس ده كبيزك موجود، وقام أسس فوقه شنو؟ الدفاع الشعبي وكمل به. فيبقى أنا ما بقول من ناحية عنصرية، أنا بتكلم من مفهوم منطقي عقلاني من ناحية علمية، ده المسمى بتاعه. يبقى بعد ذاك ده أنت تفهمك عنصرية، أنا ما بعرف أفهمها كيف. ونشأت ذات الملايش دي حتى في تشكيلاتها وتكويناتها والحركات المسلحة دي كانت تكونت 2015 2016 عملت لايف هنا موجود، وكان قلت إنه الحركات المسلحة والنظام وجهان لعملة واحدة. الوقت داك في عهد البشير، وهي شنو؟ وهي السلطة. وجمعت ما بين مجموعة من حركات العدل والمساواة كان لايف، ويزول بيدوس وبيدخل بيناقش وبيقول رأيه. قلت لهم انتوا شوفوا الحركات دي قاعدين كلكم تأسستوا بشكل قبلي، مجموعات قبلية، هي حركة في قبائل معينة فيها، وهي حركة فيها قبائل معينة فيها. الكلام ده 2016 2015 في صفحة الزول الكبيرة. الفيديو حتى الآن الارشيف قاعد ما فيه حاجة مسحت، موجود من الزمن داك من 2014، ترجعوا له. وقعدوا ناقشوا. واحد طلع من عدل ومساواة قال لي والله أقول لك حاجة، أنا من ضمن أفراد الحركة العدل والمساواة، وكلامك والله صحيح فينا، صح كلامك صح، ما أقدر أقول لك لا. وقال لي أنا حسي أقول لك الكلام ده وممكن الناس اللي معي حيزعلوا، لكن دي الحقيقة. واحدين تانيين كانوا بيتناقشوا برضو قال لي والله دي الحاجة اللي فعلا موجودة الآن. فلما أقول ملايش وضحت أنا بقول ملايش ليه. تمام؟ والدعم السريع كان يقبلها كان ما يقبلها، أنا في النهاية بقول الحاجة اللي برى إني صادق فيها، واللي برى إنه دي حقيقتها، وبرى إنه والله يا أخي لا دايرين نحن قيادة جيش في السلطة، لا دايرين قيادة ملايش في سلطة. تفهم؟ في النهاية نحن دايرين شنو؟ دايرين دولة بتاعت مؤسسات وقانون وعدالة، حكومة مدنية هي تأتمر بإمرة الشعب، برلمانه
وليست بشنو، وليست بديكتاتورية عسكرية تاني، ولا بحكم عسكري تاني. افتكر اني ردت ليك اخونا اللي قال انا بقول ميليشيا وده عنصرية. طيب في اخ هنا كاتب تعليق ايضا، اخت من الاخوات ميادة محمد الزاكي بتقول لو بس عندهم احساس بالمواطن ده مفروض يقعدوا للتفاوض ويطلعوا السودان من الحاصل ده. نحن قال بقينا ما فاهمين ولا عارفين نصل لوين، وما في ثقة في المؤسسة العسكرية ولا غيره، لأنه معاناة الشعب دي آخر همهم. نحن لينا شهور والدعم السريع متواجد معانا كمية من التوتر الدائم مع عدم الأمان وتفاصيل كثيرة. يمكن التفاصيل الكثيرة دي يا ميادة قد أكون ذكرت أنا جزء منها في اللايف بتاعي ده، إذا رجعت له من الأول بعد ما ينتهي، وذكرت كلامك ده ومضمونك ده قلته في شنو ضمن الخيارات اللي موجودة الآن لحل الأزمة اللي موجودة في السودان وإيقاف الحرب دي. محمد إبراهيم الخليل قال ممكن نفهم منك يا مرغني. طيب عاوز تفهم مني شنو؟ اكتب لي السؤال عشان أقول لك الحاجة. طيب مصعب عصام بيقول مرحب بك. مرحب، بيقول ربنا يصلح الحال والعباد امين. قال افضل شيء يحصل انقلاب على قادة الجيش من البرهان والكباشة والعطاء كل رموز الرئيسية، وهو الحل الوحيد الرجاء ذكر هذه الجزئية. ذكرت هسه في كلامي، قريت الجزئية دي وذكرتها، وده واحد من الخيارات الأربعة اللي أنا قلتها في اللايف ده في بداياته يا أخونا مصعب. قلت لجنود وضباط الصف والشرفاء الموجودين في المؤسسة العسكرية عندهم 4 خيارات، من ضمنها ذكرت كلامك ده. ممكن الناس ترجع له، والجزئية دي ممكن الناس تشيلها بعد ذاك توزيعها شنو في للجروبات يعني. سليمان قال يا أستاذ علي حركة العدل والمساواة، قال زمن الراحل خليل ربنا يرحمه، قال أنظف حركة، قال ما تقارن حركة خليل مع الجنجويد، جنجويد ميليشيا وجنجويد رباطة وجنجويد قتلة حرامية. في النهاية أنا تحدثت عن النقاط دي وذكرت في أنه تبقى إن كانت نظيفة أو كانت وسخانة في النهاية هي أيضا بتظل ميليشيا. وذكرت النقطة بتاع التكوينة ودي الحقيقة وانت عارفة، وذكرت انه ناس دخلت وقالوا نعم نحن عندنا شنو تكوينات برضو شنو بشكل قبلي يعني. فيبقى بعد ذاك هي نظيفة وسخانة، ده المواطن بعد ذاك اللي بيرى الكلام ده، وانا رأيي بقوله برضو في كل النقاط يعني. في النهاية نحن قلنا دايرين حكم مدني. رحال الدكوم بيقول لي لماذا لم تتحدث عن دور الكيزان في تأجيج الحرب؟ طيب في كلام أنا ذكرته في كم فيديو، أنا أختصره لك هنا بحاجة واحدة أو حاجة معينة. قلت إن الجيش ده لو ما ابتعدت منه شنو الضباط المحدبين والضباط المنتمين للتيارات، وذكرت منها التيار الإسلامي، ويمكن أنا ذكرت وتكلمت مثلا عن القيادات في الضباط دي الموجودين، منهم الماسك كان الصحيفة بتاعت القوات المسلحة، والثاني اسمه نهو، والعميد الآن طارق كجاب. حتى وجهت لهم نقد قبل الحرب اتكلمت كلام واضح وصريح، وقلت في إن ضباط مسيسين زي ديل ما مفترض يكونوا موجودين ذات شنو في المؤسسة العسكرية. قلت زي شنو؟ قلت زي الآن القضاة في إنه ممنوعين يمارسوا عمل سياسي، يبقى مفترض أيضا ضباط في المؤسسة العسكرية تاني ما مفترض يكونوا يمارسوا عمل سياسي، ولا يستقلوا مؤسسات الجيش في شنو في ميولاتهم السياسية، سواء كان محزب يميني تابع لتيارات إسلامية أو سواء كان محزب يساري تابع لتيارات
حزبية يسارية زي ما مقسمة ومصنف الأحزاب عندنا السياسية في السودان. قلت عشان الجيش ده يكون بعيد من السياسة، وما في حزب يستخدم الجيش ده، ولا في كيان يستخدم الجيش ده، ولا في مؤسسة تقدر تستخدم الجيش ده تاني في شنو؟ في العمل السياسي. من مشاكلنا في إنه الجيش ده دائما الدير يجي بيعمل به انقلاب. التمكين ده دخل ضباط في الجيش ده وناس موجودة في الجيش ده تابعين للتيارات الإسلامية دي كمية كبيرة جدا. فعشان تنظف الكلام ده ذكرنا في إنه يبقى في القوانين الصارمة اللي تحرم على يعني لو بيشوفوا جيوش العالم دي النظيفة في إنه العسكري بتاع الجيش ده يكون شغال شغل المهني العسكري. لو داير يبقى شغل السياسة ما يستقل مؤسسة الجيش، ولا إنه يحاول في إنه يستقل منصبه الرتبة العسكرية اللي في الجيش أساس إنه يمرر بها أجندة الحزب أو أجندة الكيان أو أجندة الجهة السياسية اللي بينتمي لها. قلت طوال المؤسسة العسكرية مفترض تفصله تشيله مهما كان رتبته، مهما كانت مكانته في الجيش، لأنه بيبقى ده هيحدث خلل في الدولة وخلل في المؤسسة العسكرية ما هيتعالج. وده الحاصل حتى الآن ما قادرين نعالج. ليه؟ لأنه الخلل ده موجود، لأنه الدور ده موجود. فيبقى دي نقطة بس أنا حبيت، لأنه لو تكلمنا في النقطة دي ممكن نضع تفاصيل كبيرة جدا، لكن عشان أذكر لك إذا قلت لي ما تحدثت عن الحتة دي قبل الحرب، أنا تحدثت عنهم ضباط الإسلاميين اللي موجودين، وضباط البعثيين اللي موجودين، وضباط الأحزاب الثانية اللي موجودين في الجيش، تحدثنا عنهم وقلت رأيي بصريح العبارة. طيب فاطمة بتقول هل الجلوس على طاولة الحوار يزيد من وتيرة الحرب وامتدادها إلى الولايات أخرى، ولا الأفضل شنو؟ أنا الأفضل شنو ذكرت 4 نقاط. طيب قلتها وقلت دي خيارات لناس الجيش نفسهم، لأنه ده الناس اللي موجودة الآن في الواقع. قلت خيار السلام الخيار الأسمى والأفضل، والخيار ده بيستصحب أشياء تانية حسب الواقع العملياتي والواقع بتاع الحرب اللي موجود. قلت إذا اختصرها في إذا إنه الطرفين ديل حريصين على أمن السودان، ما في زول عنده يعني إذا بيقولوا خطة خاصة به أو أطماع خاصة به في الحكم، أو أطماع بتاعت إنه يستولي ويسرق، أو أطماع بتاع إنه والله يقدر يبقى يتحكم في الثروات اللي موجودة في البلد لأطماع خاصة، لأطماع حزبية، لأطماع قبلية أو غيره. قلت إن صادقين هي زول بيكون قاعد في المكان اللي قاعد فوقه الآن ومسيطر عليه عسكريا، وما يمددوا الحرب لولايات تانية وبيقولوا يا أخي تعالوا نقعد عشان إننا ننهي الحرب دي عشان إنسان السودان وعشان دم إنسان السودان وعشان إنه نعيد الأمن والأمان له. نحن مختلفين شنو؟ مختلفين والله في الحكم. طيب يبقى الحكم ما حقنا نحن كعساكر، الحكم ده حق الشعب. تعالوا نرجع الحكم ده للشعب في إنه نتفق على شخصيات مستقلة تدير الفترة الانتقالية ولحد ما تودي البلد للانتخابات، ونحن كعساكر شايلين حملة سلاح عندنا هم وقضية واحدة. انتوا بتشوفوا انه الجيش ده مستولي عليه مثلا نخب بتقولوا عليها نخب 56، لا نحن ما دايرين نخبة ذات تستولي عليه، ولا دايرين اننا في نفس الوقت حزب يستولي عليه. يبقى تعالوا نشوف كيف نحن نسيق كويس العمل العسكري ده، وتكون في مؤسسة عسكرية جيش واحد في البلد، وكل الملايش اللي موجودة في البلد واللي بتسمى أيضا في حركات كفاح مسلح كلها كيف إنها تبقى في جيش قومي وطني واحد. والكلام اللي بنسيقه والشكل اللي بنعده لجيشنا القومي ده
وأصله أساسه المؤسسة العسكرية الهسه قاعدة دي زي ما قلت الجنود وجنود ضباط الصف ديل عشان حالهم ينصلح وإنهم يمشوا لقدام. في قلت دي لو هم مخلصين دايرين يحلوا مشكلة البلد فعلا ودايرين فعلا صادقين معانا نحن كشعب وصادقين معاكم، قلت دي الحاجة اللي بتقوم تبقى. بعد ذاك بيرفعوها لمنه؟ بيرفعوها للحكومة المستقلة اللي عملت برلمان ده ولا جات الانتخابات وبقى في المسؤول بتاع البلد رئيس البلد أو في البرلمان المنتخب من الشعب نفسه، بيقوم بعد ذاك بيودوها للبرلمان. نحن كقوات مسلحة نحن اتفقنا على إن القوات المسلحة ده يكون الشكل بتاعها ودايرين البرلمان يجيزة في دستور البلاد حتى إنه شنو ده يكون عندنا جيشنا القومي المهني الواحد. ده قلت لو سان حاب الوطن ده من رأيي من الحاجة اللي أنا شفتها تماما وعايشتها الآن من قبل الحرب ومن الأحزاب ومن غيره ومن غيره، ما نحن وصلنا لمرحلة مفصلية في إنه شنو؟ في إنه الدولة دي لازم تنصلح أخطاء اللي فيها تماما عشان ما ننتكس وعشان ما نرجع لورا تاني وعشان ما نعيش كل حروب في حروب وغيره. لما يعملوا الحاجة دي ولا عملاء ولو صادقين قلت حشوفهم يعملوا الحاجة دي. قلت لو ما تعملت الحاجة دي في خيارات تانية أنا ذكرتها لمؤسسات الجيش ولضباط الجيش وكده، إن شاء الله الناس هتلقاها في الفيديو عشان ما أطول أرجع للنقاط اللي أنا ذكرتها أصلا. طيب دقيقة و25 ثانية وافتكر إنه طولنا شديد صراحة. ود حيدر بيقول لي هل تؤيد خروج أهالي بورسودان ومطالبة البرهان وكباشي وقائد الفرقة ومالك عقار ومغادرة بورسودان والذهاب إلى جبهات القتال؟ الكلام ده أنا وجهت كلام المنوط به، يعني ما هو أنت مواطن ده شايل سلاح أنت هتطلع تطالبهم، هم شايلين سلاح ما هم ممكن يضربوك. اللي بيقول لي تؤيد خروج أهالي بورسودان والمطالبة، أنا إذا في بأيد كل أبناء الوطن فإنه يطلعوا ويقفوا ضد الحرب، كل أبناء الوطن كويس، ما أبناء بورسودان بس في إنه يطالب ديل فيطلعوا عشان إنه شنو يقيفوا ويطالبوا ديل يمشوا لجبهات القتال. ديل القادة ديل أنا وجهنا لهم كلام ووجهنا لجنود ضباط الصف كلام، إذا قادتهم ديل ما عملوا بيهم ضباط الصف والجنود ديل هم اللي يطلعوا يصححوا الأخطاء بتاعت الجيش نفسه كويس. لكن أنا ما بقوم أدخل لي مواطن في شنو في صراع مع جهة تاني شايل سلاح ممكن تضربك. أتمنى تكون فهمت النقطة دي. فأنا ما بخط حياة المواطن ده في خطر يا ود حيدر، أنا حاجة عشان توديك تخط حياة المواطن ده في خطر. نحن الآن درنا نشوف إنه نحفظ حياة المواطن ده كيف، ولكن عشان أنت تقوم تخط حياة المواطن ده في خطر تقول له أطلع طالب منه قائد الفرقة ومالك عقار والبرهان، هم دل شايلين سلاح وانت مواطن اعزل تمام، وهم الحكومة الآن هناك في بورسودان هيسمعوا لك. انت ما عندك برلمان، ما عندك برلمان عشان يضغط عليهم، وما عندك العدد القوي من الشعب هناك الآن اللي يقدر يضع شنو ضغط على الناس دي. فأنا بشوف إنه قائد الجيش تكلمنا قلنا رأينا فيه، قلنا رأينا في الكباشي وقلنا رأينا في القيادات العسكرية، فإنه الصح منهم المفترض يبقى شنو، وإذا ما عمل الصح قلنا المفترض ضباط الصف والجنود والشرفاء اللي في القوات المسلحة يعمل شنو من ضمن الخيارات، إنه ينقلبوا عليهم، من ضمن الخيارات يصححوا الأخطاء دي، من ضمن الخيارات يكون عندهم قائد وطني قومي بيحب الوطن وترابه وبيحب المؤسسة العسكرية والجيش ده وعاوز الجيش ده يظل صامت. ده الخيار، دي واحدة من الخيارات اللي ذكرتها.
ربنا يصلح حال البلد ويعود الأمن والأمان والاستقرار فيها. أتمنى أكون أنا خطيت إضاءات أو وضحت أشياء للناس رغم الألم والمحنة اللي بنعيشها. نقول نسأل الله أنه يعود الأمن والأمان والاستقرار، وأنه يظل هذا الوطن معطاء، يظل جنود ضباط صف والقوات المسلحة متماسكين، فهم أساس الجيش، هم أساس المؤسسة العسكرية. لهم تحية وتقدير رغم العمل في ظروف وأوضاع تحت قيادة فاسدة، تحت قيادة خائنة، ولكن هي الحقيقة المرة. في معاهم ضباط شرفاء، في معاهم قيادات شرفاء جدا قادرين في انه يقودوا المؤسسة العسكرية دي الى بر الامان، الى انه والله يا اخي تظل هي جيش هذا الوطن، وانه يعود الامن والامان، ونشوف كل الملايش دي تندمج في جيش وطني قومي مهني واحد، كل ابناء السودان ده يعتزوا به ويفتخروا به باذن الله سبحانه وتعالى. تكون غمة وانزاحت وانزالت ويكون ألم وانزاح يا اخواننا على شنو؟ على رؤوس الشعب ده. ذكرت في الفيديو ده في بداياته يا اخواننا كلام وجهته حبا في انسان السودان، رفعا لمعاناة المواطن. اتمنى لو في الناس الجيش اللي في مدني على ملاشي الدعم السريع الموجوده في مدني، كلامي برضو بكرره في اخر الفيديو ده. شارع مدني الشرقي ده بالكبري، شارع النيل، الشارع ده أتمنى في إنكم تحافظوا إنه يكون مفتوح، وإنكم تدعوا المواطنين في إنه الطريق ده مفتوح، وعلى أساس إنه الناس اللي دايرة تطلع من مدينة مدني، في ناس ما من مدني، الحرب اشتعلت وانتقلت لمدني واتقفلوا في مدني، دايرين يطلعوا اتجاه القطارف مثلا، أو في ناس دايرين يقادروا مدني خايفين، رأيهم أصروا في إنه عاوزين يطلعوا، ممكن ذاك الطريق اللي يجيبهم لكبر حنتوب عشان يطلعوا اتجاه الشرق. فأتمنى إن كان فيكم ذرة رحمة، وإن كان فيكم حب لإنسان السودان وترابه، وإن كان والله حابين في إنه ما يتأزم مواطن، في إنه الناس الآن ما توقف الضرب في الطريق بتاع شنو شارع النيل في مدني، وطريق اللي بيجي مر بحي الدباغة وبيدخل الناس للصينية اللي بتدخلهم لكبر حنتوب. أتمنى في إنه شنو، في إنه الطريق ده يكون آمن عشان الناس اللي دايرة تطلع من مدني تتجه القطارف الفاو كسلة بورسودان يقدروا يطلعوا. فأخذ برضو الكلام ده في فيديو منفصل عشان الناس تقدر تشيره وتقدر تصل الرسالة، عشان نحافظ على أرواح المواطنين ونحافظ على النساء كبار السن، الأطفال اللي الناس حابة في إنها عاوزة تطلع من المدينة بعد ده لظرف هم بيقدروه، فهم اللي أرض الواقع، وهم الموجودين هناك، وهم اللي شايفين، وحياتهم هم اللي بيقرروا فيها، ولكن علينا في إنه نعينهم على إنهم يكونوا في أمن وأمان. إذا في زول دار يقطع الجزئية دي ينشرها لوحدها، ولكن أنا هاخدها تاني إن شاء الله في شنو، في جزئية براءة ومناشدة، حتى إنه نحاول نعين بقدر الإمكان برأينا عشان المواطنين وإنسان الولاية وإنسان السودان عموما في كل بقاعه. ياسر عثمان بيقول لي الرجاء شارع مدني الشرقي مفتوح للأطفال والنساء والعجزة. أنا ححدد الشارع ياسر في فيديو براه منفصل وأقوم ننشره عشان الناس تحاول تشيره، واللي هو بيجي من نص مدني ويجي بأطراف مدني، لأنه ده ممكن يجنب، لأنه بهناك فيه النيل، حتى لو حصل حاجة الناس ممكن تكون بجوار النيل يعني، ولحد ما تكون بالكبري وتمشي يعني. أنا ححدد الحتة دي إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى لو حيين بنتلاقى، أبقوا 10 على بعض، عينوا بعض، تكاتفوا مع بعض، حبوا الخير لهذا الوطن المعطاء السودان رغم الألم والوجع اللي جوانا، لكن خلوا الأمل موجود في إنه بكرة يبقى أفضل، إنه بكرة تبقى فرحة، وإنه بكرة يبقى عيد، وإنه بكرة تنداح القمة ويبقى أمن ويبقى سلام ويبقى استقرار، وكلنا نتكاتف ونتضامن مع بعض عشان نرفع الوطن الغالي السودان، وعشان نمسح ونكفكف الدموع
من عيون أمهاتنا وأبهاتنا ومن عيون الناس والأطفال الصغار، ونقول لهم ونحكي لهم الحكاوي والحجي عن هذا الوطن المعطاء وشموخ أبنائه وأفراده وحبهم لبعضهم وتكاتفهم لبعض. نعم، كانت قمة وكان ألم، ولكن بإذن الله نتمنى أنه يعود صوت الحق والعدل والعقل في أنه يرجعوا للأمن والأمان والاستقرار ويحافظوا على روح المواطن وأمنه واستقراره بإذن الله سبحانه وتعالى. لو حيين بنتلاقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.